السيد محمد حازم صلاح محمد عبد الرحيم قدم 152,000. هذه الارقام 153,846 بعد ما وزعنا. كان في محافظات هو مش مقدم فيها، جاله بالتوزيع. احنا بنوزع بحسب محافظه الاقامه مش بحسب محافظه التأييد. بعد ما الاستبعاد وصل ل 148,966. لكن حضراتكم كان في مشكله تتعلق بالجنسيه. لجنه الانتخابات الرئاسيه من اليوم الاول بترسل لمصلحه الجوازات والجنسيه ولوزاره الخارجيه ولجهات تنفيذ الاحكام بتطلب استعلام على الجنسيات، وبتطلب الاستعلام عن السوابق، وبعتت للقوات المسلحه بتطلب الاستعلام عن شهادات التجنيد. وادي الجوابات الخاصه بان احنا بنبعت للكل قدامكم. حضرتك اعتقد ان انتم شفتوها قبل كده. وهذا الطلب الخاص بالسيد محمد حازم صلاح اسماعيل من الجوازات والجنسيه، ثم من وزاره الخارجيه بنفس التفاصيل. اول جواب جالنا من مصلحه الجوازات والجنسيه، بيقول فيه ان والد السيد محمد حازم صلاح اسماعيل ليها جنسيه لم تفحص جنسيتها، لكن ليها جواز سفر امريكي رقمه 500-611-598. في نفس اليوم اللجنه ارسلت الى الخارجيه، قالت لهم وافونا هل من السلطات الامريكيه هل فعلا هذا الجواز لمواطنه امريكيه ام لا. دي شهاده التحركات اللي موجوده من الجوازات والجنسيه. الخارجيه جت لنا وقالت لنا ان ليها جنسيه، وارسلت لنا صوره استخراج جواز سفر امريكي للسيده والده السيد محمد حازم صلاح ابو اسماعيل. هذا هو جواز السفر اللي يشوف عند الباركود وهشوف الرقم 500611598 هو ذات الرقم اللي مصلحه الجوازات والجنسيه المصريه قالت لنا انها استخدمته. جوازات السفر الامريكيه التي تعطى في حاله مواطن غير امريكي لظروف انسانيه، يعني ملهوش جنسيه او فقد جواز سفر وبلده مش عايزه تبعته للاستخدام مره واحده، بيتحط جنبيها حرف الاي الينز، يعني غريب مش مواطن امريكاني. سعادتك ده صوره استخراج جواز الباسبور، صوره الطلب مش الجواز، صوره الطلب. ما قلتش ده الباسبور مع صاحب الجواز نفسه، ما بيبقاش قد الصوره. ادي حضرتك ادي الرقم اللي عند الباركود بتاع الطلب نفسه، وادي نفس الرقم اللي موجود في الشهاده اللي جايه من الجوازات والجنسيه. وتحت هنا سبب استخراج الجواز في المنطقه الخاصه بسبب الاستخراج اللي هيبص عليها هيلاقي اكتسابها الجنسيه الامريكيه ورقم الشهاده في 25/10/2006. جالنا جواب تاني من الخارجيه، قنصليتنا في لوس انجلوس هي اللي بعتاه، بتقول انها بترفق من سجلات مقاطعه لوس انجلوس ان السيده والده السيد محمد حازم صلاح اسماعيل قيدت استماره طلب القيد في سجلات الناخبين الامريكان. القنصليه قالت لي ان ده صوره طبق الاصل، ان عليها على ظهرها خاتم طبق الاصل يفيد انها صادره من اوراق مقاطعه لوس انجلوس. وقالت لي ان هو في صدر الاستماره عامله علامه صح على اذا كانت مواطنه امريكيه ام لا. وهذه هي صوره الاستماره. الشطب اللي موجود على الصوره دي القنصليه قالت ان بموجب قانون حمايه معلومات المواطنين بيشيلوا التوقيع عشان محدش يقلده، بيشيلوا العنوان لان العنوان يستطيع اي واحد ان يزعج المواطن اذا اطلع عليه. وهذه هي الاستماره، وفي الخانه اريو اسيتيزن اوف يونايتد ستيتس اوف امريكا ومحطوط يس، تحتها هل انت اكثر من 18 سنه محطوط ايوه. جالي في 12 ابريل جواب من وزاره الخارجيه المصريه بتقول لي اصل شهاده الجنسيه اللي جايه من وزاره الخارجيه الامريكيه وعليها خاتم ضاغط. وزاره الخارجيه المصريه هي اللي بتقول لي ان عليها خاتم، انها شهاده اصليه، اصل الكتاب عليه خاتم ضاغط، خاتم مائي موقع بتوقيع حي، وبان السيده نوال عبد العزيز نور اكتسبت الجنسيه في 25 يناير
25 اكتوبر، اسف، 25 اكتوبر 2006. هذا هو الجواب اصله. لو حضرتك هتبص فوق هنشوف اهون، ادي اللي اتشرف اصل المذكره مختومه بخاتم ضاغط، خاتم مائي، موقعه بتوقيع حي، تشير الى ان السيده فلان الفلانيه المولوده في كذا قد اكتسبت الجنسيه في 25 اكتوبر 2006. ادي الجواب بيقول in response of a formal request from the government of Egypt، ان الجواب جاي استجابه لطلب رسمي من جمهوريه مصر العربيه. وزاره الخارجيه بتقول لي ان الجواب ده جاي لها استجابه لطلب رسمي من جمهوريه مصر العربيه. ادي صوره الخاتم اهون، الضاغط باكتر ريزوليوشن قدرنا نطلعه، وادي التوقيع بالاحرف الاولى، وتحت دبلوماتيك نوت، مذكره دبلوماسيه على الورق بتاعهم. الترجمه الرسميه من وزاره العدل، وتحت بتقول الترجمه الرسميه نفسها اللي من وزاره العدل المصريه، قال يحمل مساعد توقيع مصدره وخاتم مضغوط وعلامه مائيه للجهه مصدرته. هل احنا احترمنا حكم القضاء الاداري؟ القضاء الاداري بيقول انه لا يوجد في سجلات الجوازات والجنسيه في وزاره الداخليه انها تقدمت بطلب جنسيه اخرى وانها مصريه. لم تماري اللجنه في انها مصريه، لكن الكلام هل تحمل جنسيه اخرى ولا لا، وهذا الاثباتات اللي استند اليها اللجنه. قيل ان مصلحه الجوازات والجنسيه ما ادتش انها لم يثبت في سجلاتها ان هي امريكيه الجنسيه. السيده اخت السيد محمد حازم صلاح ابو اسماعيل هو لا يماري ان هي اجنبيه، انها امريكيه، ورغم كده في كتاب الجوازات والجنسيه قال انها لم يبحث جنسيتها، وقال برك ان كل اللي ليها عندهم من بيانات تشير الى انها غير مصريه، ان لديها جواز سفر امريكي. وقال ولهذا السبب اللجنه لافتقاد شرط من شروط الترشح وسط الجنسيه الا يكون المرشح او احد والديه قد حمل جنسيه غير المصريه، تم استبعاد السيد محمد حازم صلاح ابو اسماعيل.